اخر فيديو عملته بتاع ضياء العوضي، وطبعا الكومنتس والخناقات اللي ظهرت في كومنت واحد كده كان يعني بالنسبة لي مفيد، قلت لازم اتكلم عنه. يعني في واحد قال مفيش حاجة اسمها مناظرة علمية، وفي حاجة اسمها scientific based evidence، يعني ان انت تبقى على اساس علمي او دلائل علمية. فما فيش حاجة اسمها مناظرة علمية. لا، هو احنا مش بنتكلم في مناظرة ان ضياء العوضي يعمل مناظرة، احنا بنتكلم ان يعمل ترايل. هو بص حضرتك، هو بيعمل نظام غذائي اسمه نظام الطيبات، تمام؟ النظام ده ما ينفعش ان انا اطلع على الناس اقول لهم يا اخوانا احنا هناكل كذا بدل كذا، وده صح وانا كلامي صح ومفيش حاجه بقولها غلط، واعملوا كده هوب. مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه مثلا. انت طبعا تسمع عن اسامي دايت كتير، يعني في كيتو دايت اللي هو الكيتوجينيك دايت، في حاجه اسمها الميديترينيان دايت اللي هو النظام الغذائي بتاع البحر المتوسط، في الانترميتنت فاستنج اللي هو نظام الصيام المتقطع. الحاجات دي كلها اكتشفت في سنه، زي مثلا الكيتو دايت اكتشف سنه 1920 على ايد دكتور اسمه راسل ويلدر، تمام؟ الراجل ده كان عنده حالات ابيليبسي، حالات صرع، تمام؟ والناس بيجي لهم تشنجات وبتاع. فالتشنجات دي ليها سبب معين، فهو مشي بالدايت بتاع الكيتو عشان يغير في الكيمياء بتاعة الجسم بطريقة ما يجوعها عن الكربوهيدرات، فيخلي السيجرز دي بشكل اقل او التشنجات بشكل اقل. راجل عنده اساس علمي، راجل جرب هذا الدايت على اساس علمي، جربها على عدد من الناس في حاجه اسمها هيومن دايت ترايل، دي موجوده. يعني انا مش انا اللي اخترعتها والله، خش اكتب هيومن دايت ترايل. هيومن دايت ترايل دي يعني انا بجرب على مجاميع من الناس اسلوب اكل معين. حلو. في حاله ضياء العوضي ايه؟ ان مفيش طبعا scientific based evidence، يعني ما ينفعش ان انا اوكل الناس كلها مربى مع في ناس عندها سكر، في ناس هو مش مقتنع اصلا بالسكر، فراح هاجم. هو اللي هاجم علوم كتير، منهم علوم السيكولوجي مثلا. هو عمل لفرويد وعمل للناس بتوع علم النفس كده تمام. هو هاجم الاميونولوجي، قال لك مفيش حاجه اسمها MS، ومفيش حاجه اسمها مش عارف ايه، ومفيش حاجه اسمها ان الجهاز المناعي يهاجمك. فهو القصه كلها في الاكل. هاجم كل بقى فيرولوجي، هاجم كل حاجه. ما هو خلاص هو السبب الاكل بس، لكن مفيش حاجه بتجيلي من بره، فاهم؟ ما علينا، يعني هنتناقش كتير في القصه دي. العلامه الاستفهام اللي موجوده ايه؟ ان هو الراجل طالما عندك حاجه، طب ما تعرض بره وتقدم اوراقك، وتروح بقى تقدم في جامعه بتاع، وتروح تعمل ترايل، وتاخد اذن مثلا من منظمه الصحه العالميه ان انت تعمل ترايل هنا. اعمل ترايل انت بنفسك يا عم ضياء، فاهمني؟ فلا، هي حته المناظره او التجربه لا موجوده، ومن خلالها احنا اكتشفنا كل انواع الدايت دي.